وبيبدأ فيلم النهاردة مع الأسطورة اللي بتتكلم عن قصة المحارب اللي كان عايش في أرض بعيدة وعنده حظر من كل حاجة بتحصل حواليه. وبنيجي للمحارب اللي بيهجم عليه عدد كبير جدا من المقاتلين اللي بيكونوا تابعين لعشيرة معينة بالسيوف بتاعتهم علشان يواجهوه، لكن المحارب ده بيبقى أقوى منهم بكتير جدا وبيضربهم بضربة واحدة بسيفه العظيم بتاعه، وبيقدر إن هو يخلص عليهم كلهم. وفي الآخر بيظهر زعيم العشيرة بتاعهم قدامه وبيبقى عاوز يثبت بكل الطرق إن هو أعظم مبارز في تاريخ البشرية. وقبل ما يقتل آخر فرد في العشيرة بيشاور له الزعيم على صندوق الخاص بيهم، وبيبعده بقى بعيد عن المحارب اللي بيضربه بضربة واحدة من السيف بتاعه وبيخلص عليه. بعدها بيروح على الصندوق علشان يعرف إيه اللي موجود جواه، وبيتفاجئ لما بيلاقي طفلة صغيرة ودي آخر فرد من العشيرة بتاعتهم. فبيمسك المحارب السيف علشان يقتلها هي كمان، لكن من جمال البنت وسحرها قدرت تسيطر على قلبه وتمنعه انه يقتلها. وقرر المحارب انه ياخدها معاه في اي مكان هيروح عليه. واثناء ما كانوا ماشيين في الغابة بيطلع عليهم مجموعة من المقاتلين علشان يقتلوهم، لكن المحارب بيقدر انه يخلص عليهم بكل سهولة وبيمشي ولا كأن حاجة حصلت. وبيدخل على بيت واحدة يعرفها وبياخد منها عنوان صديق لأبوه اسمه سمايلي علشان يروح عليه. وأول لما بتحط الأكل للطفلة بيقتلها على طول بدون أي رحمة، وبياخد البنت وبيخرج من البيت. ومش بس كده، ده كمان بيولع في البيت علشان يتأكد إنها ماتت حرفيا ومحدش قدر يوصل لها نهائيا من الأشخاص اللي بيدوروا عليه. وبياخد معاه الهدوم بتاعتها والطفلة الصغيرة والسيف العظيم بتاعه وبيروح على المكان اللي فيه سمايلي، بس بيبقى قافل السيف بتاعه بطريقة معينة لأن لو اتفتح الناس اللي بتدور عليه هيقدروا يوصلوا له بكل سهولة. بعدها بيوصل على القرية اللي عايش فيها سمايلي، واللي بتكون قرية بسيطة جدا وعدد شعبها قليل جدا لكن بيحبوا بعضهم. ولأنه طبعا هو غريب في القرية كل اللي بيشوفه بيمشوا وراه علشان يعرفوا هو مين وعايز ايه بالظبط. ولما بيفتح بقى المحارب البيت اللي فاكر بيت سمايلي مش بيلاقي وراه غير صحراء. فبيتكلم شخص من القرية سكران طينة على طول اسمه رون، وبيقول له ان هو مش مرتاح له نهائيا وبيبقى شاكك ان هو وراه نصيبه. وفي نفس الوقت بيظهر القزم إيد بول وبيسكت رون عن كلامه السخيف ده، وبيعتذر للمحارب على اسلوب رون معاه وبيقول له ان هو مستعد يساعده في اي حاجة هو عاوزها. فبيطلع المحارب صورة سمايلي علشان يعرف إيد بول بيها وهو يدور هو مين. فبيعرف إيد بول انه مات وبيوديه بقى على المغسلة بتاعته وبيقول له ان هي مقفولة من وقتها وحاليا هي بقت بتاعته خلاص. وبالليل بيوصل المعلم الخاص بالمحارب على البيت اللي هو حرقه وبيتضايق جدا انه عمل كل ده، وبيمشي بقى وبيبقى عاوز يوصله علشان ينتقم منه، وده لانه دربه وعلمه وفي الاخر عصى اوامره ومشي. وقتها بتروح واحده من اهالي القريه اسمها لين على المغسله وبتضرب المحارب على راسه بالعصايه، لكن طبعا مش بيتاثر بالضربه وبيبقى مش فاهم هي ليه عملت كده. ولما بتعرف لين بقى هو مين وجاي ليه بتقوله انها كانت بتتدرب على السيف مع سمايلي وكانت بتحبه جدا، وبتعرف بقى ان الطفله مش بنته وان اهلها ماتوا كلهم. فبتتصدم لين جدا وبيبان عليها الحزن لكن مش بيبقى مفهوم ايه السبب. وبتاخد الطفله علشان تغير لها هدومها وتعتني بيها لان المحارب مش عارف يعمل كده. وبتعرفه بقى على شغل المغسله وبتطلب منه يروق المكان علشان من بكره يشتغل. وتاني يوم بيقعد المحارب علشان يشتغل بعد ما بيكون روق المكان، وبيروح له بقى 3 شباب من اهالي القريه وبيدوله هدوم علشان يغسلها، لكن بيتكلموا معاه بشكل وحش جدا وبيهنوه. وويد بول بقى بيدخل وبيضربهم وبيطردهم بره، وبيعتذر للمحارب على اللي حصل وبياخده معاه علشان يوريله القرية بتاعتهم. واثناء ما بيبقوا ماشيين بيقابلهم رون وبيرخم عليهم، وده لانه مش حابب وجود المحارب في القرية اصلا. وبيشوف بقى المحارب لين وهي بتتدرب على رمي السكاكين في السيرك، لكن بتبقى مش عارفة تركز خالص وكل الضربات اللي بتعملها بتبقى غلط. بعدها بيدخلوا على السيرج علشان يوريه المهرجين اللي هناك وازاي بيعملوا فقرات حلوة جدا ومسلية. وبتدخل لين بقى وهي متضايقة جدا وبترفض انها تقعد معاهم. ورون بيقول قدام الكل ان المحارب هيكون سبب في مشاكل كتير ودمار هيحصل في قلب القرية، لكن طبعا محدش بيسمع له وبيقع بقى على الارض وبيفقد وعيه. وبالليل بيروح على بيت لين علشان يبقى حابب يتكلم معاه، بس بيتردد على اخر لحظة وبيبقى عاوز يرجع تاني وبيعمل صوت غلط قدام الباب. فبتفتح لين بقى الباب
وبتقوله إنه كان ممكن يخبط ويدخل عادي، ولما بيدخل بقى بيتسمعه موسيقى حلوة جدا، وبيفهم بقى من كلامها إن أبوها كان معاه فلوس كتير وقدر يعمل لها البيت ده ويخليه بالشياكة دي. وبيشوف المحارب صورة عيلتها وبيستغرب إن كلهم مش موجودين وهي لوحدها، لكن بيندمج مع الموسيقى وبيحبها جدا، وبيحس بقى إنه اللي لقاه في القرية دي ما قدرش يلاقيه في حتة تاني خالص، وقدر يتعلم إزاي ينظف المكان اللي هو فيه ويغسل الهدوم علشان ما يحتاجش لحد، وبيلعب معاهم الألعاب بتاعتهم وبيبقى مبسوط جدا وهو معاهم. ومش بس كده، ده كمان بيعمل جنينة ورد في الساحة ولين بيتساعدوا في ده. ولما بتدخل لين عليه وهو بيغير هدومه بيرفض يوريها جسمه لأنه مليان جروح بسبب المواجهات القتالية اللي كان بيدخل فيها، وبسبب أهل القرية بقى ليه أصدقاء يحبوه وبيتعاونوا معاه في كل حاجة. وقدر المحارب إنه يعمل جنينة الورد وبيبقى شكلها حلو جدا. بعدها بيقعد علشان يلعب مع ايد بول وبيلاقي لين واقفة عند القبر بتاع عيلتها وحزينة جدا على فراقهم، فبيسأل ايد بول عن اللي حصل معاه خلاها بالشكل ده. فبيحكي له بقى ايد بول ان لين كانت عايشة مع امها وابوها واختها الصغيرة، لكن القرية بتاعتهم دي تحت حكم شخص ظالم بيهجم عليهم كل فترة هو ورجالته. وفي يوم هجموا على القرية وخطفوا لين علشان الحاكم كان عاوزها، بس لين مسكت حلة زيت سخنة ورمتها على وشها وشوهته وطلعت تجري، فالحاكم طلع وراها وهو كله غضب وضربها طلقة في ظهرها ووقعها على الأرض. ولما أبوها شاف المنظر جري عليها علشان يشوفها، والحاكم ضربه هو كمان. ومش بس كده، ده كمان خلص على كل عيلتها علشان يندم أي حد يفكر يقف قدامه. ولما جم يدفنوا لين وعيلتها اكتشفوا إن لين لسه عايشة وما ماتتش، فأخدوها وأنقذوا حياتها. ويوم عن يوم صحتها ابتدت تتحسن لحد ما وصلت للمرحلة اللي هي فيها حاليا. ومن وقتها الحاكم ورجالته ما يعرفوش إن لين لسه عايشة، وفضلوا مخبيينها لحد ما كبرت وشكلها اتغير علشان ما يقدروش يتعرفوا عليها. بعدها بتقعد لين مع المحارب والطفلة وبيشوفها بقى وهي بتحاول تصوب الهدف، لكن بتقعد تفشل كتير. فبيعرفها بقى إن الطريقة اللي بتتصرف بيها ديت بتكون غلط جدا، ولازم تشوف طريقة تاني صح علشان تعرف تسيب الهدف. وبياخدها معاه وبيغمي عينيها وبيخليها تصوب وهو واقف، وما بيكونش خايف منها لأنه على يقين إنها هتنشل صح. وفعلا بتقدر لين إنها ترمي كل السكاكين بشكل صح، وبتفرح جدا إنها قدرت تعملها وهو واثق فيها. وبتشكر المحارب لأنه هو اللي قال لها تعمل إيه وتصوب صح. والمرة التانية بقى لما بتيجي تعملها بيقدر يمسكها قبل ما تلمسه، وبتقعد بالليل معاه علشان تعرف منه أي معلومات عنه وعن حياته السابقة. لكن المحارب بيبقى قليل الكلام جدا، ولما بتفضل بقى مصممة بيحكي لها إن أبوه كان مزارع وهو كان بيساعده، بس فجأة رجالة الملك جم وقتلوا أبوه علشان ياخدوا السيف بتاعه منه. ومن وقتها وهو كان غضبان جدا ومتضايق، فبتسلموا لين سلسلة معاها كهدية وبتعرفوا إن السلسلة دي هي اللي خلتها قدرت تتخطى كل اللي حصل معاها قبل كده. وبيفتكر بقى المحارب لما كان صغير ومسجون عند الملك واللي هو المدرب بتاعه، ودخل كلب صغير وطلب منه يصاحبه ويقرب منه ويتعلق بيه. وبنرجع تاني للوقت الحالي مع المحارب اللي بيدخل لين على البيت وبيوريها السيف بتاعه، ولما بتحاول تفتحه مش بتقدر، وبيعرفها انها لو فتحته اعدائه اللي عايزين يخلصوا عليه هيعرفوا مكانه وهيجوا علشان يقتلوه. وفي نفس الوقت بيبقى الملك وحراسه في طريقهم علشان يدوروا على المحارب في كل مكان، وبيبقى الملك على يقين ان المحارب هيفتح السيف في اي وقت وهيعرف مكانه عن طريق السيف. وبنرجع للمحارب اللي بيعلم لين ازاي تضرب بالسكاكين وتبقى متفوقة على اي شخص قدامها، وبيبدأ بيقولها بقى على شوية تعليمات اللي تمشي عليها علشان تكون محترفة حرفيا. فبيشوف مرون بقى وبيبقى مستغرب من تصرفات المحارب لانه شايفه بيتصرف ضد طبيعته خالص. وتاني يوم بيكمل المحارب باقي التدريبات مع لين لحد لما بتتمكن منها كويس، وبيتشوفه بقى وهو بيلعب مع الطفلة وبتبقى فرحانة جدا ومبسوطة لانه حنين جدا على الاطفال. وبيجي يوم رأس السنة وكل اهل القرية بيحتفلوا بيه والمحارب معاهم ويبقى الكل مبسوط. وايد بول بياخد الطفلة من المحارب علشان يسيب له فرصة يقوم يرقص ويفرح زيهم. وبتروح له لين لما بتحس انه قاعد لوحده وبتطلب منه يتمشوا شوية سوا وبيوافق، وبيروحوا على مكان يتدربوا شوية على السيف والمبارزة بقى. وكل مدى بقى لين بتتطور اكتر من الاول. بعدها بتعترف له بحبها ليه وبتقول له ان هو شخص مختلف عن اي شخص هي عرفته،
شنطته وبتسيبه وبتمشي. فبيستغرب المحارب جدا من اللي حصل، لان اول مرة يسمع الكلام ده ويحس بشعور زي ده. وفي نفس الوقت بيهجم الحاكم ورجالته على القرية وبيتعامل مع كل الموجودين بطريقة عنيفة جدا، لكن محدش منهم بيقدر يتكلم ولا يقول اي حاجة. وبيقف المهرج علشان يصوب عليه هو ورجالته، وبيبقى خايف جدا. وفي اول مرة مش بيحصل حاجة، والمرة التانية بيجي رون وبياخد الكوباية من على دماغه وبيشربها. فبيتضايق الحاكم جدا من اللي عمله، وبيربط رقبته بالحبل وبيطلب من واحد من رجالته يجري بشوية علشان يعلمه الأدب. وفعلا بيعمل كده، وبيبقى رون خلاص هيتخنق ويموت. لكن في نفس الوقت بتبقى لين شايفة كل اللي بيحصل، وبتبقى عاوزة تهجم عليه علشان تقتله وتجيب حق عيلتها. لكن إيدبول ومجموعة من أهل القرية بيمسكوها علشان محدش يحس بيها. وبيوصل المحارب وبيشوف كل اللي بيحصل، بس بيبقى الحاكم خلاص مشي ومش بيعمل حاجة. وبيكتفوا لين بقى علشان ما تقدرش تروح للحاكم ولا تعمل حاجة، وده لأن لو راحت هيخلص عليها. ولأن المحارب عارف كده برضه بيرفض يساعدها هو كمان وبيسيبها مربوطة. لكن لين بتقدر تفك نفسها من غير ما حد يحس بيها. وفي نفس الوقت بيبقى الحاكم في مكان تاني بينقي بنت علشان تسهر معاه، وفعلا بيلاقي اتنين مش واحدة وبياخدهم معاه وبيمشي بعد ما بيقتل أبوهم وأمهم علشان يخوفهم. لكن وهو بيتعشى بتروح لين وبتقول إن هي اللي حابة تسهر معاه بدل البنات دي. فبتعجبه بقى طريقتها جدا وبيوافق وبيطرد كل حراسه بره. بس لما لين بتهجم عليه بالسكينة بتكتشف إن هو عارف هي مين ولسه فاكرها. وقتها بيكون المحارب وبقى أهل القرية عرفوا إن لين هربت وراحت للحاكم. ومن هنا بقى بيقرر المحارب إنه يفتح السيف بتاعه علشان يقدر ينقذها، ومش بيفرق معاه إن الملك يوصل له ولا لأ. وبنرجع للحاكم اللي بيضرب طلقة علشان حراسه يدخلوا ويمسكوا لين. لكن قبل ما يعمل لها أي حاجة بيهجم المحارب عليهم وبيقتل حراس الحاكم في ثانية إلا ثانية. وقبل ما يقتل الحاكم بتقف قدامه لين وبتقول له إن هي اللي عاوزة تقتله. فبيمسكها الحاكم وبينط بيها من الشباك علشان يقدر يهرب. ولما بيجري الحاكم بيلاقي واحد من حراسه وبيقرروا يهربوا سوا. وبتقوم لين بقى علشان تقتله وبتحدف السكينة في ظهره وبيقع يموت. لكن بيكتشفوا إنه مش هو الحاكم، وإن الحاكم بدل هدومه مع هدوم الحارس بتاعه علشان يتخدعوا فيه. وبتحزن لين جدا إنها ما قدرتش تخلص عليه بعد كل ده. بعدها بيقرر المحارب إن يمشي من القرية علشان يحمي شعبها، لأنه لو فضل موجود الملك هيوصل له وبكده هيتأذوا كلهم. وبيلاقي لين مستنياه وكل أهالي القرية، وبيعرفوا إن الملك مش هيسكت على كل اللي حصل، وهيجي هو وحراسه اللي عددهم مهول علشان يدمروهم. وسواء هو بقى مشي أو مش مشي كلهم هيموتوا. لكن بيطمنهم بقى إيدبول إنهم هيقفوا بالأسلحة والذخيرة، ولما تخلص يبقوا يموتوا. والكل بيضحك عليه لأنهم مش مصدقين اللي بيقوله. وفي نفس الوقت بتبقى لين عاوزة تعرف ليه المحارب عمل علشانها كده وعرض حياته للخطر. فبيعرفها إن حياته كانت هتبقى وحشة جدا لو هي مش فيها. وبتعرف بقى لين إن هو كمان بقى معجب بيها ووقع في حبها. وبتعرفه انها تقدر تمشي معاه في اي مكان هيقول عليه. وتاني يوم بيحفروا في المكان اللي إيدبول قال عليه، وبيلاقوا صناديق كبيرة مليانة ذخيرة واسلحة وكنابل. وبيسلم رون البندقية بتاعته وبيطلب منه يرجع يضرب نار من تاني. بعدها بيحط له هدف علشان يصوب عليه، وبيفتكر ازاي كان بيضرب نار. وفعلا من اول طلقة بيفتكر رون وبيصوبها صح. وبيروح بقى رون علشان يتكلم مع المحارب وبيطلب منه ينظف له الهدوم بتاعته علشان لو مات. فبيستغرب المحارب من كلامه، خصوصا ان بقى معاهم اسلحة. فبيعرف رون ان الاسلحة والذخيرة مش كفاية علشان يواجهوا جيش الحاكم. فبيديله المحارب فكرة يستخدموها علشان يكسبوا الحرب، وبتعجبه الفكرة جدا. وبالليل بيتكلموا سوا، وبيعرف المحارب من رون ان زمان ما كانش بيعمل حاجة غير انه يمسك السلاح ويصوب بيه بس. لكن بعد ما مراته ماتت بسببه طلبت منه قبل ما تموت انه ما يمسكش سلاح تاني. ومن وقتها وهو
هو وقف كل حاجة وممسكش السلاح غير دلوقت، وبينصحه رون انه لو بيحب شخص جدا وبيخاف عليه الأحسن يبعد عنه علشان ما يتأذيش بسببه. فبيتضايق المحارب جدا لأنه بكده هيبعد عن لين، وبيقرر انه يروح يتكلم معاها، وبيقول لها بقى ان هي لازم تركز كويس وهي بتستخدم السلاح وما تنساش ابدا اي حاجة اتعلمتها. وتاني يوم بيجهز الكل علشان لو الحاكم هجم عليهم في اي وقت يكونوا مستعدين ليه. وبيقف المحارب مع واحد من اهل القرية على اول الطريق علشان هو اللي هيواجههم في الاول، لكن عددهم بيبقى كبير جدا، واول لما الشخص ده بيشوفهم بيخاف جدا وبيطلع يجري. بس المحارب طبعا مش بيتهز ولا بيخاف، وبيطلع السيف بتاعه وبيبدأ يهاجمهم كلهم بكل قوته، وبيقطع ايد اي حد يفكر يقرب منه. وفي نفس الوقت روم بيضرب اول طلقة ليه على القنبلة اللي زرعها في الارض، وبيفجر المكان اللي فيه رجالة الحاكم. وبيدخل المحارب وبيقاتل اللي لسه عايش منهم بطريقة عافية جدا، وبيحط قدامه واحد علشان يحمي نفسه من ضرب النار لحد لما بيخلص عليهم. بعدها بيدخل الحاكم ومعاه مجموعة تانية من رجالته وبيأمرهم يهجموا على القرية، لكن بيلاقوا الدنيا فاضية خالص والألعاب بتشتغل لوحدها. بيبقوا خايفين جدا من اللي بيحصل، بس بيحاولوا بقى يمسكوا نفسهم علشان ما يبانوش انهم خايفين من اي حاجة. وفجأة بتنفجر قنبلة تانية في المكان اللي هم فيه، وبيقع مجموعة كبيرة قوي منهم، وبيحدف رون قنبلة تانية وبيضرب طلقة علشان تنفجر فيهم. فبيعرفوا المكان اللي رون فيه وبيطلعوا كلهم علشان يجيبوه. وبيفضل رون بقى يضرب فيهم واحد ورا التاني علشان يحمي نفسه. ومش بس كده، ده كمان بقى اهل القرية بيضربوهم بالاسلحة اللي معاهم علشان يوقعوهم. بعدها بيظهر المحارب وبيقتل مجموعة كبيرة من جنود الحاكم علشان يدي اشارة لرون، وفعلا بيشوفوا رون وبينزل من المكان اللي هو فيه بسرعة علشان ينفذوا خطتهم، وهي انه يفجر المكان كله برجالة الحاكم علشان يخلص عليهم مرة واحدة. والخطة فعلا بتنجح يا اصدقائي، والمكان كله بيتدمر بيهم حرفيا. بعدها بيفرح كل شعب القرية لانهم دمروا الحاكم ورجالته كلهم. لكن الحاكم بقى بيقوم وبيبدأ هو ورجالته يضربوا نار على كل اهل القرية، وبيقتلوا عدد كبير قوي منهم، واي حد يفكر يدافع عن نفسه منهم بيكون مصيره الموت. فبيجري بقى اهل القرية علشان ينقذوا نفسهم من الحاكم ورجالته، لكن فجأة بيظهر قدامهم الملك والجيش بتاعه، وبتخاف لين جدا على الطفلة. وواحد من رجالة الحاكم بيضرب نار على الملك، فبيؤمر حراسه انهم يخلصوا على كل الموجودين. وبيفضل الحاكم ورجالته يضربوا عليهم نار وبيموتوا كام واحد فيهم، بس الباقي بيقدروا انهم ينزلوا ويهجموا عليهم ويقتلوا فيهم. فبيدخل المحارب وبيطلب من لين انها تهرب بالبنت بسرعة، وبيبدأ ان هو يقاتل فيهم واحد ورا التاني، وكله بيبقى بيضرب في كله ومحدش عارف مين بيضرب في مين ولا مين ضد مين. اهي بقت مدعكة. بس الحاكم بيبقى عاوز ينقذ نفسه من كل ده، وبيحاول انه يطارد لين علشان ياخد منها الطفلة. وبيجري المحارب وبيقتل اي حارس يفكر يروح ورا لين او الطفلة، والمكان كله بيتحول لساحة من الدم بسبب اللي بيحصل. فبيتضايق الملك جدا ان المحارب قدر يقتل كل حراسه بالشكل ده. ولما لين بتدخل البيت بيهجم عليها باقي الحراس اللي لسه عايشين، والمحارب بيدخل بسرعة علشان ينقذها منهم وبيخلص عليهم. وفي نفس الوقت رجالة الحاكم بيضربوا نار على الحراس وبيقتلوا عدد منهم، لكن واحد منهم بياخد السلاح وبيضرب نار وبيموتهم. وبنرجع بقى للمحارب اللي بيفضل يضرب في الحراس، ولين بتهرب الطفلة مع ايد بول. ولما بيقتلوا الحراس هما الاتنين بيسمعوا صوت ضرب نار وبيجروا بسرعة، وبيلاقوا ايد بول مضروب بالنار والطفلة مخطوفة منه وبيموت. وبيبقى اللي عمل كده هو الحاكم علشان ينتقم منهم، لكن حراس الملك بيبقوا هما كمان عاوزين الطفلة وبيروحوا علشان يجيبوها. ورجالة الحاكم بيضربوا عليهم نار وبيخلصوا عليهم. فبيقطع المحارب النار وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني بكل مهارة لحد لما بيخلص عليهم. وبيدخل على الحاكم علشان يخلص عليه وينقذ الطفلة، لكن بيبقى عاوز بقى يوفي وعده مع لين وبيدخلها هي اللي تخلص عليه. وبيقف المحارب مع الطفلة بعيد وبيسيبها هي اللي تتصرف بقى معاه. وبيحاول الحاكم انه ينقذ نفسه منها وبيضربها وبيوقع منها السيف اكتر من مرة، وبيبقى هو اللي هيموتها. لكن لين علشان تخلص عليه بتقطع رجليه، ولما بيفكر يقرب منها بيقع على الارض وبتقتله، وبيترجع حق عيلتها اللي هو قتلهم، الجاحد ابن الجاحد. وبيفرح المحارب انها اخيرا
أخيرا قدرت ترجع حقها وبياخدها وبيمشي، وبيروح المحارب علشان يعمل آخر حاجة وهي إنه يخلص على الملك. وبيقفوا الاتنين قدام بعض، وبيفتكر المحارب لما الملك كان بيدربه بطريقة قاسية جدا، وكان بيطلب منه يكون قلبه جاحد ويقدر يتخلى عن أغلى الناس على قلبه ويقتلهم عادي. وبنعرف إنه كان بيحببه في الكلب علشان يخليه يقتله بعد كده ويجمد قلبه، وفعلا المحارب بيقتل الكلب بتاعه على الرغم من إنه بيحبه جدا علشان ينفذ كلام الملك بتاعه. وبنرجع للوقت الحالي مع المحارب اللي بيذبح الملك وبيتخلص منه هو كمان للأبد، والقرية كلها بيكون اتدمرت بسبب اللي حصل، وعدد كبير جدا من أهل القرية بيكونوا ماتوا. وبيحزن المحارب جدا على اللي حصل في القرية وهو كان جزء رئيسي منها، فبيقف قدام لين وبيقرر بقى يسيب الطفلة تعيش معاها للأبد لأنه هيبعد، وبيودعها المحارب قبل ما يمشي، وبيقرر يسيب الطفلة ويبعد علشان يحميهم هما الاتنين. وبعد فترة بنيجي للمحارب اللي بيبقى عايش في مكان بعيد عن الناس محاط بالتلج، لكن بيجي شخص عنده وبيحاول انه يقرب منه. وقتها بيعرف ان مكانه اتكشف وبيقتله وبياخد هدومه علشان يروح على مكان تاني. بس بيظهر لنا مقاتلين جدد من تحت الارض، وبيطلع المحارب السلاح بتاعه علشان يواجههم. وهنا بيخلص فيلم النهارده يا صديقي. عايزك تنتظرني في اللي جاي عشان اللي جاي هيكون دمار. بس انزل اخبط لي اللايك والاشتراك وسيب لي رأيك في كومنت، ويلا سلام.